جديد الآن وفجر بالنسبة لهذين الفريقين اللذان يبحثان عن إرسال رسالة تطمئن كل جماهير القطبين الكبيرين. البارسا في لمسة، انظر إلى بيدري. البارسا يحاول أن يقترب في الكرة عرضية تأتي، ليفا يرتقي، وصلت تصويبة يا رب. الضربة الأولى على أي ودية تتكلم كارلو أنشيلوتي والذي يتحدث عن الموسم ويتحدث عن الاستعداد. يا لها من كرة، هل كسرت العارضة؟ شوفوا التصويبة القوية، شوفوا الرقم 18، شوفوا التصويبة اللي كانت عن طريق يوميو القادم من جيرونا، عادت إلى رودريف صواب، لكن الكرة إلى خارج الملعب. 7 دقائق فيها 3 كرة. أنشيلوتي رجل الدوريات الكبرى، المدرب الذي حقق الأبطال ربما أكثر. وهنا نشاهد بيلينغهام يحاول تلاعب، مرر الدفاعات والأخطاء الفردية وبعد ذلك إخراج الكرة. يلعبون بالنوكان، الدفاع يتقدم، الكرة من ديمبلي أو غوندوغان، عرضية وصلت إلى بيدري الله، تمريرة تصويبة رباه. هدف أول في الكلاسيكو، عثمان ديمبلي ما زال في البارسا. لا تمريرة يا بيدري. الكلاسيكو يبدأ، الأولى في العارضة. انظر كيف تشاهد، كيف يمرر، كيف يقرأ. غوندوغان يفاجئهم أولا، بيدري يقتلهم ثانيا. عثمان ديمبلي يقرر الاستمرار، هكذا وكأنه يوقع من جديد في الكلاسيكو. يبدأ القمة، لا ودية الأمور. والآن في محاولة لتأكيد الجاهزية، فينيسيوس جونيور لاعب أمام لاعبين، الكرة ترجع مرة أخرى في نصف الملعب، فيها تمريرة محاولة لكن طالت، صارت مع فرانكي دي يونغ. شوف غوندوغان، انظر الآن إلى الكرة المهم. الأمور تختلف في الكلاسيكو، لكن حتى الآن فالفيردي بينزلها، فينيسيوس صواب لكن غير راية. فالفيردي أقصى اليسار، عرضية بتعدي، ركلة جزاء، الكرة تصطدم. هل تريد أن تلعب دور الحارس؟ حكم المباراة يقول لهم اعطونا الفار. شوف كرة فالفيردي، شوية مخرج، خلينا نشوف الكرة وين راحت، صادها بيده ولا ما صادها بيده؟ من اللي يشوف هذه اللقطة؟ يا أراوخو شو اللي تسوي؟ مغمض عيونك يا أراوخو. في اللقطة الماضية هذا فالفيردي، وهذه اللقطة بالتأكيد لم تكن مطلوبة، وبالتالي نشاهد الآن ركلة جزاء. فينيسيوس على التقدم، لمسة يد، ماذا سيكون الآن من فينيسيوس؟ الآن الرقم 7 سيتقدم، بيلعب الكرة، الله، عارضة بعارضة، لكن البارسا ما زال متقدم. يا فينيسيوس في خطأ. شوف فينيسيوس في الكلاسيكو يتقدم من علامة الجزاء، العارضة تقف إلى جانبك هنا في هذا الملعب، هنا في هذه عثمان. راح ديمبلي لاعب على لاعب، يروح لكن يفضل التمرير، وصلت إلى بيدري الله، ديمبلي الله. البارسا لم تكتمل لقطة رجل صاحب 23 سنة، رودريغو يتقدم، الله يا رودري. شوف الكرة، لكن بأنك تركض معهم، ومن يعجبه الركض لا يتعب أبدا. يا للقطة أيكما أجمل. انظر إلى التصويبة، انظر إلى القفاز. كرة تتحول إلى مرة أخرى من جديد باتجاه حارس المرمى تير شتيجن بدورة بيرسل كرة عالية، صناعة من حارس المرمى لكن يكرهها كورتوا. المتابعة تأتي لكن الجودة لم تأتي. الدم الصغير الذي يريد أن يلعب الدور الكبير، الكرة تعود الآن من جديد، تصطدم، تصوب، يا الله، المتابعة يا رب. التعادل لا يأتي، مستحيل، غير معقول. هل تحرك المرمى؟ من الذي تغلب؟ شوف الكرة بعد الدربكة، اصطدمت من لمسة راحت، هل عدت ولا لا؟ الكرة تسقط وتعود من جديد. ريال مدريد لا يريد أن يسقط، عادت إلى غوندوغان، عادت إلى البندقية التي اعتمد عليها ويعتمدون الآن. الله يا ديمبلي، ماذا أضاع يا ديمبلي؟ هذه أسهل من الهدف الذي سجلته. الشوط الآن يصل إلى جنونه وذروته. لا خلاص كملت، هذا اللي ما شفناه، بس خلاص الآن بينهم. شوف هنا فرانكي دي يونغ والدخول بعد ذلك على ميليتاو، الضرب لا يتوقف. شوف كرة غوندوغان، شوف الهبوة الدفاعية، الضغط على مندي هنا من جانب ليفا، والخطأ اللي يرتكب ديمبلي بعد هدف سجلته. هل تريد الذهاب إلى باريس؟ يا أخي خبرنا. شوف اللقطة يا ديمبلي، هذه اللقطة، لكنه كان ديمبلي بالكعب، لكن وصلت الآن باتجاه ميليتاو. الصافرة تأتي مشاهدينا، نعم
تنهي هذا الركض، تنهي هذا الشوط السريع، بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا توني كروس بيرسل الكرة في نص الملعب إلى بيلينغهام في نص الملعب يرسل الكرة في الجهة اليمنى إلى لوكا في الجهة اليمنى. هنا الاستلام، هنا رودريغو إلى لوكا، عرضية ليست كرة ترجع رغم العروض التي قدمت له، والكرة تصل بعد ذلك إلى بدري إلى عثمان، تبني لعب على لعب، اختار لكن حارس المرمى يا الله غارسيا يقطع الطريق، وصلت إلى فينيسيوس يقف، لعب على لعب، لو عدى مرة استلام، وقوف، رودريغو ينتظر القادمين من الخلف، قوية يا رب. اوه لا مسوين شيء، تيرشتيجن لامسه، واعترف مش ممكن العوارض في كل مكان تضرب فيك تطلع. تشواميني كسر الدنيا مو بالمرمى، مستحيل الفرصة، لا يمكن. ماذا يبياني هذا الرقم ما أثقل يا فيني، يعني هذا الرقم ما أصعب يا جونيور. الكرة تصل الآن، عدى ألابا، عراض في مكان، الكرة ما زالت، والريال يعود لكنها تصطدم، لم يعود. يرسل الكرة إلى توني كروس، قد يغير الاتجاه، تغيير الاتجاه نعم من توني كروس في الجهة اليمنى. رودري استلم، عرضية رأسية، متابعة تصل إلى حارس المرمى على الطريق، كارفخال إلى رودريغو، إلى كارفخال في الجهة اليمنى بجانب رودريغو، عادت بعد ذلك إلى لوكا مودريتش. الله الكرة تصل، طيب عشان لوك صارت في الجهة اليسرى، ولكن كارفخال بيشتتها وبيلعب الكرة إلى رودريغو في مكان إلى فينيسيوس. السرعة والمساحات، لعب على 2، لعب على 3، عدى مرة، مستحيل يا فيني، ضاعت يا جونيور بعد المرور ركنها، لكن سلنا شوي، حتى شوي، حبة شوي. شوف فينيسيوس حاول يركنها لكن مرت في جوار القائم، ضاعت الكرة مرة أخرى من جانب ريال مدريد. فرصة كله يتابعه في كلاسيكو العالم، رافينيا يتقدم، راسية تأتي للبارسا، هدف ثاني بيضيع دربكة، ولكن كورتوا يبحث عن تحول سريع، لا يوجد من يتحول الآن. الكرة تصل إلى تشواميني، إلى توني كروس، لا يخرج الكرة، الضغط يرجع، البارسا يا رب، مستحيل يا بارسا في كلاسيكو العالم يضربون بالحديد بقدم الذي دخل. انظر إلى الضربة، انظر إلى الضغط، انظر إلى الكتلان، انظر إلى البلوغرانا، انظر إلى القدم اليسرى، لا تصاد ولا تراد، مستحيل يا كورتوا. لمن عبث، لماذا تمد يديك؟ لن تمسك شيء. فيرمان لوبيز يقدم نفسه، لا تأتي يا خوسيلو، هل تعرف من يريدونك أن تعوض أم لا؟ هل أذكرك فينيسيوس عدى، فينيسيوس صور، لا مستحيل يا فينيسيوس. لا أنت تروح تتفاهم مع دالاس، الكرة تتحول الآن من جديد، تتفاهم مع تكساس، أنت تروح إلى بايدن، روح اتفاهم مع يقف المرمى بوجهك، كيف تقف هذه العوارض. شوف الصعب سواه، سحى، عدى. استعدادية في بداية الموسم، كرة ثالثة لمصلحة ريال مدريد، يريدون تقليص الفارق، الكرة الرأسية، الله يا لبن خطيرة، لم يكن مراقبا، طويل القامة، ترك وحيدا، حط الكرة براسه لكن ضاعت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب. مباراة استعدادية رائعة، ماتعة، ساحرة، مبهرة، مليئة تبحث عنها وتنتظرها في هكذا مباريات. شكرا للفريقين، ولكن ما زال البارسا، شكرا للبارسا على متعة كاملة، شكرا الجافي على كتيبة تقدم بالولايات المتحدة كل شيء كبير هنا في تكساس. كذلك البارسا كبير يا فيران، كبير يا جافي، كبير في هذا الكلاسيكو. أصابوهم في مقتل، عاقبوه، قتلوه، ثلاثية في مباراة ودية، في مباراة استعدادية. يا لها يعيد لجماهيره الابتسامة الكبيرة. ثلاثية يا فينيسيوس، مقابلها هاتريك عوارض. هل تأتي فرصة؟ لا، تصويبة يا الله، لن يسجل مدريد اليوم. المباراة تقول ذلك، حتى من ركلة الجزاء يضعوا. لن يسجلوا اليوم. شوف اللقطة، نعم لا يمكن كاليفورنيا هناك أمام اليوفنتوس، وعوضوا جماهير مع خسارة أرسنال. الآن الكرة تتحول، هل
انسو فاتي اللاعب اللي شارك بديل السنترات ياتي كلاسيكو العالم مشاهدينا ومتابعينا ينتهي بهذه الصورة تنبلي قصة الشريف فيرمان. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة برشلونة. قرر نادي ريال مدريد استبعاد نجم الفريق الجديد من المعسكر الاستعدادي في أمريكا بسبب الإصابة ليعود إلى إسبانيا لتلقي العلاج. وأعلن ريال مدريد إصابة الشاب التركي أردا جولر قبل نحو 4 ساعات فقط من الكلاسيكو الودي أمام برشلونة في مدينة دالاس الأمريكية. وخلال بيان رسمي نشره ريال مدريد بعد الفحوصات التي أجريت على أردا جولر، تم تشخيص إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى. وتابع اللاعب سيسافر إلى مدريد في الساعات القليلة المقبلة لمواصلة العلاج المحدد. وكتب جولر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: كنت أود أن أكون في الملعب اليوم مع زملائي في الفريق، لكنني أعود إلى مدريد من أجل التعافي ومن أجل أن أكون جاهزا في أقرب وقت ممكن. شكرا لكم على الدعم.